قاعد ولا بيا ولا عليا، جه حد جه قال لي، عمل كومنت وانا براجع كل الكومنتات، جه قال لي سيف الاستراتيجي اللي انت لسه قايل عليها جديده دي مش شغاله وخسرتني فلوس. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. اتكلمنا في الكورس الاخير الحمد لله اللي هو عامل نتائج كويسه على استراتيجي جديده، واتكلمنا عن استراتيجي جديده في فيديوهات مختلفه، وعملنا كيس ستاديز وعملنا كل حاجه كويسه عنها. وجي حد عمل كومنت، كان اول واحد جه قال سيف الاستراتيجي بتاعتك مش شغاله وانا جربتها يعني فيستك. اثرت الموضوع، تواصلت معاه شخصيا وكلمت معاه، قلت له ايه اللي حصل، خليني اشوف. وهو قلت له انا هتكلم عنك، فجي قال لي ما تزعش اي حاجه عني صراحه، بس انا لازم اطلع اتكلم عنها. وانا اتكلمت على شويه، فجات لي فكره ان انا اطلع على ازاي تحمي نفسك من خطوره الاستراتيجي دي. طب هل ليها عيوب؟ طبعا مفيش حاجه اسمها ما لهاش عيوب. حلو قوي. فعمل ويب سايت مش بطال يبيع. نيجي بقى السوشيال ميديا، مفيش هايلايتس، مش حاطط فولورز، مش حاطط متابعين، مش متقل البراند بتاعه خالص، مع ان الموضوع رخيص. يعني 50,000 فولور اعتقد ب 60-70 دولار. انت هتعمل بيزنس يا جماعه يكلفك 500 دولار؟ انت عمرك ما هتروح تعمل مشروع بره ب 500 دولار. معلش يا جماعه، بنفس الحجم ده. يعني انا ب 500 دولار دلوقتي اللي هم ال 10 11 15 الف جنيه مصري هفتح عربيه مثلا، هعمل حاجه. فبالتالي مع احترامي لصاحب العربيه البرجر، مع يعني ده بيزنس برضو وانت تمام، بس الفكره كلها ان انا لما اوري براند ميكانيا اقوى بكتير، والبراندات في ناس بتصرف عليها ملايين، فبالتالي اعمل لي براند 500 دولار او 400 كمان او اقل. فبالتالي محدش يستغل المبلغ يا جماعه، عشان احنا برضو ايه، مع احترامي لاي حد، مع احترامي لمستوى اي حد، محتوى احنا كلنا بسطاء، وانا كنت في يوم من الايام زيك بالظبط واقل منك بكتير. بس الفكره كلها ان لما انا كبرت فهمت يعني ايه بيزنس. فبالتالي انت برضو تفهم سيف انا مش معايا غير 200 دولار، يبقى تشتغل لحد لما تجيب 400، تشتغل اي حاجه لحد لما تبتدي تخرج من القوقعه اللي انت فيها دي. طيب حلو قوي. معلش انا اتكلمت بحرقانيه شويه عشان انا مش معايا غير 300 دولار بس. طب ما تشتغل لحد ما تجيب الستاندرد بتاع البيزنس. ما هو ما ينفعش انا اعمل كيكه وانا مش معايا المكونات بتاعتها. ما ينفعش اعمل كيكه غير ما اجيب المكونات دي اشتريها بفلوس. بس انا هعمل كيكه ابيعها، هسترزق منها. فبالتالي ما ينفعش تجيب فلوس من غير فلوس. يعني لازم تصرف الاول عشان تجيب، لازم تصرف الاول. حلو قوي. طيب هو ما كانش حاطط فولورز، ما كانش عامل سوشيال ميديا بتاعته كويسه. تعالى بقى اكلمك على شويه اخطار كده، يعني لو نصايح انت ما عملتهاش هتقع في خطوره كبيره مع الامباسادور شيب بروجرام. اول حاجه السوشيال ميديا بتاعتك ما تبقاش احسن حاجه، كارثه. فولورز بتوعك ما يبقوش كتير. كل ما انت بتزود فولورز كل ما الماركتنج استراتيجي دي هتشتغل معاك. انا همشي معاك ستيب باي ستيب. خلاص انا بالنسبه لي الموقع انا مطمن عليه، انا ما فيش، يعني هو ما فيهاش خطر الدروب شيبنج انك تعمل يعني ده مش طبعا الماركتنج استراتيجي. انت لو عملت موقع وحش الدروب شيبنج مش هيشتغل معاك اصلا. بس مش الماركتنج استراتيجي دي بس، السوشيال ميديا ما تبقاش تقيله، ما تبقاش عليها هايلايتس، ما تبقاش عليها كونتنت كويس، ما يبقاش عليها كونتنت باستمرار، ما يكونش عليها فولورز كتير قوي. تاني شيء انك تجيب بيجز ضعيفه. يعني ايه؟ نروح لحته كده جوه الفيديو بتاعت الامباسادور شيب، ازاي نتاكد ان البيجز اللي احنا هنجيبها من الكومبيتيتورز او الناس اللي هنجيب منها المتحمسين في المجال ده. يعني زي براند مثلا زي بزاحه كتير قوي وينكي لوكس ناس متحمسين في الميك اب وفي البيوتي، وممكن يكونوا في الفاشن كمان. فبالتالي بيج كويس. فبالتالي انك تجيب بيج مش احسن حاجه. طيب حلو قوي. نيجي بقى للسيرفيسز، انك تروح للسيرفيسز رخيصه ومش مضمونه، مفيش حد ناصح بيها، مفيش حد جربها. انا ياما كتير قوي اتنصب عليا. ولو رحت العيب الثالث ده، للنقطه الثالثه دي، استرخصت في الماس دي ام، مش هيتبعت لك حاجه. يعني هيقول لك اتبعت ومش هيتبعت لك حاجه. رابع حاجه، اتبعت لك الدي امز والدنيا تمام. انت لو مش مجمع اللي انا بتكلم فيه اصلا، انزل تحت هتلاقي ايه اخر ساعتين من الكورس، اتفرج عليهم واتفرج على وات از امباسادور شيب بروجرام. اتفرج اصلا الماركتنج استراتيجي دي ايه. طيب لو انت عارف كمل عادي. حلو قوي. طيب رابع شيء، انك
خلاص انا بعت الدي امز، المفروض هيجي لي على الصفحه الرئيسيه بقى دي امات، يعني الناس هتكلمني، ما بقاش حاضر في الوقت، اتاخر عليهم نص يوم، لا طبعا. لو انت يعني ما حضرتش في الوقت ده احسن حاجه، بكتيرك قوي ساعتين ثلاثه يبقى حاضر تحضر في الوقت. طب هل يا سيف انا ممكن اجيد اللغه الانجليزيه؟ لا طبعا، انت السكريبت بتاعك تضخه كده، حاول تتصرف. يعني انت لو جالك اي سؤال مثلا خارج عن السكريبت، ابعته لاي واحد صاحبك، اعمله، يعني اتصرف، تفهمني. انا بعت لك سكريبت وبحاول على قد ما اقدر، انت وصلت للمسج الاخيره جوه السكريبت، انت تمت البيعه. طيب يبقى بالتالي هل ينفع اجيد اللغه الانجليزيه او اماستر اللغه الانجليزيه؟ لا، بس تبقى حاضر وقتي، يعني سرعه الرد. خامس حاجه الريتارجتنج، على طول ريتارجتنج. طيب على طول ريتارجتنج يعني ايه؟ يعني واحد ما ردتش عليك في ساعتها، حضرتك معايا، حضرتك لسه موجوده، زي ما بتكلم اي سبورت لايف تشات في اي شركه. لو انت رحت عملت حاجه هيجي بيقول لك حضرتك هنا، حضرتك معانا، حضرتك لسه معانا على الخط، عشان لو مش معانا على الخط 3 دقايق بيروح فاصل الايه، خلاص الشات خلص. ومش كل الناس اللي انت بتكلمها بتبقى معاها فلوس وقت انها تشتري، لا، يقول لك انا هشتري كمان يومين، هشتري كمان 3 ايام، فترجع تكلمها تاني، ايه الاخبار، حضرتك كويسه. وكمان ما تحاولش انك بتبص ان انت بتخليها تبيع لها، لا، انت عايز تتعاون معاها، بس عشان تتعاون معاها انا عايز اتعاون معاكي، هي اوريدي هتفهم اوتوماتيكلي ان ايه، انا عشان نتعاون مع بعض انت محتاج مني فلوس، لكن ما تقولهاش هاتي فلوس، فاهمني. فبالتالي طيب انا هتكلم على نقطه بعد كده، وهي ايه، وهي اخرانيه كده، هي التست. البيزنس كله يا جماعه هو التستنج، على طول تست، الموضوع شغال 100%. فبالتالي انا كل شويه ما صابتش معايا دلوقتي هتصيب معايا بعدين. فشلك جزء من ايه، من نجاحك زي ما بنقول. فانت ما سلكتش معاك دلوقتي، ما صابتش معاك دلوقتي، هتصيب في اللي بعديها، هتصيب في اللي بعديها، بيتسلك منك فلوس ووقت ومجهود، بس لازم ده اللي بيفرقك عن اي حد تاني زي ما بنقول. فبالتالي كل شويه تيست على طول، كل صابت معاك جبت سيلز على طول، جرب 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 جرب. انا عندي التيم عندي بيكلم بانيليفاي ده اللي ماسك البراند مانجر عندي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم من غير توقف. فبالتالي اتكلمنا عن 5 خطورات وعلاجها. وكمان ما تنساش انك تتفرج اكتر وتفهم اكتر على الاستراتيجي، وتتابعوني على كل السوشيال ميديا. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، وتابعوني على كل السوشيال ميديا والجروب المجاني والانستجرام. اشوفكم على خير، شكرا.